بعد كده بقى هنكمل نجيب الدور، نجيب الويندو، نخش في الاستراكشر، نجمع بقى السيرش سيتس بتاعتنا كلها. فتعالوا كده اقول لك برضو على فكرة تانية بنستخدمها، ان احنا ممكن ما نخليش ده زي ما قلنا في الاول كاليمنت وكاتيجوري، لا ممكن نقول له ايتم سورس فايل، وبعد كده نيجي من هنا نقول له ايكوال او كونتين. انا عارف ان السورس فايل بتاعي اللي بيحتوي على AR اللي هو الفايل بتاع الاركتكتشر، انا عايز منه الدور. فهاجي من هنا element، هاجي من هنا element، وهاجي category، يعني خلينا نشوف الكاتيجوري اهو، وبعد كده هقول له equal انا عايز دور. فانا بقول له ايه؟ انا بقول له بص انت هتروح للسورس فايل، فطبعا انا عندي سورس فايل اركتكتشر وستراكشر اللي بيحتوي فيهم على الاي ار. طيب مين اللي بيحتوي في دور على الاي ار؟ هو بيحتوي السورس فايل بتاع الهوسبيتال هو اللي بيحتوي على اي ار. هات لي بقى منه الدورز، وما تنساش تشيل الماتش كيس، وتعالى نقول له فايند اول، تلاقيه راح مطلع لك الحاجه على طول. الطريقه بتاعت السورس فايل مع الاليمنت كاتيجوري تلاقي الموضوع سهل جدا فيها، وبتلاقي الموضوع ما بياخدش وقت وما بيتلخبطش في اي حاجه. يعني انت لو مثلا عاملها بالاليمنت وبالكاتيجوري ممكن في بعض الحالات ما تظبطش معاك. فتعالى كده نشوف. انا هقول له دلوقتي سيف سيرش، وبرضه هقول له اي ار دورز، وطبعا تقدر تروح تجيب المسمى بتاعك من الاكسل. تعال نجرب الاستراكشر، تعال نجرب الميكانيكال، ونجرب الالكتريكال بصوره سريعه. هنروح للاستراكشر، فهنا ايتم سورس فايل، فبقول له اللي بيحتوي على اس تي او الكونتين بتاعي اس تي. دايما شيل الماتش كيس عشان الدنيا تبقى مظبوطه. الكاتيجوري بتاعك ايه؟ الكاتيجوري بتاعي هو الاستراكشر كولم. هاجي اجيب الاستراكشر كولم، افتح اكتر اهو ستراكشر، وهنروح جايين قايلين له فايند اول، فتلاقيه رايح جايب لك كل الاستراكشر كولم من كل الحاجات. وبعدين برضو هتروح انت رايح قايل له انا عايز اسيف دوت اس تي كولم زي ما احنا شايفين، او زي ما انت مسمي في الشكل بتاعك هنا كولمز مثلا. طيب برضو تعال ندور على البايبس، فهنيجي برضو من هنا نقول له السورس فايل بتاعنا اللي بيحتوي على اي سي، والكاتيجوري بتاعنا هو البايبس، فهنضغط اهو بايبس. وبعدين هتيجي هنا تقول له فايند اول، هتلاقي رايح جايب لك البايب كلها. ولو عايز تشوف الحاجه اللي انت عاملها اعمل هايد ان سيلكتد، فتشوف ان انت مسكت كل البايبس عندك بطريقه ذكيه وسريعه جدا. فتروح رايح قايل له سيف سيرش، وتقول له ان دوت الاي سي بايب. الخطوه اللي بعد دي بالمره ناخد الالكتريكال، برضو هنشوف اللايت فيكسر. هنقول له من هنا احنا عايزين الاي ال، وهنيجي من هنا نقول له عايزين من دوت اللايتنج فيكتشر عندنا. فبرضو لما تلاقي مش موجود عندك الحاجه ممكن تروح رايح فاتح او دايس على دي فيجيب لك الحاجه اكتر. فتعال نبص لايتنج فيكتشر اهي، هتقول له فايند اول، يمسك لك اللايتنج فيكتشر، هتقول له unhide selected hide unselected، فيمسك لك اللايتنج فيكتشر، وتبتدي تعمل سيرش سيتس وتكتب الاي ال وتكتب اللايتنج فيكتشر عن طريق ان انت تاخدها من هنا كنترول سي وتطلع بيها على النافيزوركس، تقول له F2 او رايت كليك رينيم،
كنترول في تطلع معاك حاجه بالشكل ده. هنكمل الباقي بقى كله. بعد ما بتخلص بقى المجموعه بتاعتك بتقدر تخرج دول export search sets، تخرجهم عندك في فايل تسميه ال XML في الشركة، وتخش جواه وتسمي دوت ان دوت السيرش سيتس بتاعتك. بحيث ان انت لو فتحت اي مشروع تاني واخد نفس التسميات، بدل ما تقعد تعمل كل الكلام دوت، لا تجيبهم على طول مرة واحدة وتلاقيهم شغالين. يعني انا لو رحت مسحت كل الكلام دوت ورحت مسحته بالشكل دوت، هو انا دلوقتي خلاص كده انا ضيعت الايه السيرش سيتس كلها وما عنديش اي حاجة. لو انا رجعت هنا رحت جاي قايل له امبورت وجبت السيرش سيتس عندي، لقيهم نزلوا كلهم بيمسكوا. وممكن الكلام ده يبقى على اي مشروع تاني، اهم حاجه بس يكونوا واخدين نفس التسميات. يعني اهم حاجه تبقى انت ثابت في مشاريعك بنفس التسميات. هتلاقي ان انت لما بتخش في اي مشروع هتلاقيها بتظبط معاك على طول، وممكن تقدر تجربها على مشروع تاني وتوضحها على مشروع تاني.